السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلام النهاردة على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أو سيمبا التنزاني والنادي الأهلي. طبعا مباراة في منتهى الصعوبة في منتهى الخطورة بالنسبة للنادي الأهلي، مش عشان سيمبا خطر ولكن عشان معدل الإرهاق الكبير جدا جدا اللي موجود عند مجموعة من لاعيبة النادي الأهلي اللي لعبوا مع المنتخب مباراتين كاملتين وبعدين سفر طويل بالنسبة لتنزانيا. النقطة الثانية وهي الإصابات الكتيرة، وخاصة هتكلم على اتنين أو تلاتة: الشناوي، ياسر إبراهيم، وكمان إمام عاشور. ولكن الأهلي عودنا دايما إن فكرة إن يلعب من غير لاعب أو اتنين أو تلاتة ما عندوش المشكلة دي خالص، لأنه فريق بيلعب دايما على البطولة، فريق قوي جدا جدا في فكرة التعامل على مستوى البطولات. اللي المفروض يخاف هو سيمبا التنزاني، اللي المفروض يقلق هو سيمبا التنزاني. الأهلي هو بطل أفريقيا، مدير فني مستقر على التغييرات اللي حصلت من فترات قليله جدا بعبد الحق بن شيخه مدير فني سيمبا التنزاني. هو مدير فني رائع، يمكن كان عنده تجربه مع النادي الاهلي من حوالي 3 4 شهور وكسب فيها كاس السوبر الافريقي، وبالتالي مدير فني قوي. انما طبعا النادي الاهلي رايح بخلفيه كبيره جدا، خلفيه انه فريق بطل، خلفيه انه بيلعب بشكل ثابت وعنده استقرار فني ل 4 3 3 حتى في ظل غياب امام عاشور. يمكن دي النقطه اللي ممكن تكون سلبيه بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن اعتقد ان قفشه بعد ادائه مع المنتخب ممكن يكون له دور في ال 4 3 3. فرقه سيمبا التنزاني عندهم طبعا حارس مرمى ايوب لكراد، حارس مغربي، ولد هايل جيد، عنده امكانيات جيده، ولكن عنده بعض الدفاعات وخاصه في الكرات العاليه، ودي ممكن تبقى نقطه سلبيه بالنسبه له، وخصوصا مع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه في الكرات الثابته. النقطه الثانيه طرفين الملعب بالنسبه لفرقه سيمبا التنزاني. اولا محمد حسين، انا شايف ان هو من نقاط الضعف اللي ممكن يلعب عليها حسين الشحات او بيرسي تاو، دي تبقى من النقاط الايجابيه لمحمد هاني وبيرسي تاو في عمليه الزياده وعمليه كمان اللعب على طرفين الملعب، حتى كما كابومبي اللي هو على الجبهه اليسرى، ودي مع حسين هتبقى نقطه تحول بالنسبه للمباراه اذا الاهلي لعب بطريقه 4 3 3 في خطوط قريبه جدا على نص الملعب ويلعب على الهجمات المرتده في بعض الاوقات. ما بقولش ان الاهلي يلعب على الهجمه المرتده، بقول ان الاهلي يمكن يوزع الجهد بتاعه شويه، يلعب شويه بضغط عالي وشويه كمان بهجمات المرتده، وخاصه عن طريق بيرسي وعن طريق كمان حسين الشحات. عبد الحق بن شيخه بيلعب بشكلين: الشكل الاول 3 5 1 1، بيلعب طبعا عند شامه لاعب هايل جدا اللي هو الجناح الايسر، نفس الموضوع كانوتيه سعيد اللي تحت راس الحربه، باع عمر راس الحربه، وكمان عندهم فابريس انجوما واحد من لاعبين الخبره اللي كان بيلعب في الرجاء المغربي. 3 5 1 1 او 4 1 4 1 لما يفضل، بيلعب على ملعبه 4 1 4 1، بره ملعبه بيلعب 3 5 1 1 عشان يقفل من قدام. وده كان اخر مباراه لعبها امام اسك ميموزا وتعادلوا 0-0. انا شفت المباراه وكان ادائهم الانضباطي والتكتيكي ممتاز جدا، وبالتالي على الاهلي انه يبدا المباراه بشكل جيد جدا، ما يفرطش في عمليه الجهد. ال 4 3 3 بقفشه وممكن تتحول 4 2 3 1، يلعب كوكا مع مروان عطيه ويلعب قفشه تحت راس الحربه. هنشوف مين يكون، كهربا يكون موديست، ولكن انا بفضل كهربا لان السرعات على خط دفاع نادي سيمبا هيكون لها دور كبير جدا. سيمبا هو المطالب بالفوز بكره، التعادل وجهه نظري بالنسبه للنادي الاهلي جيد جدا، يعني عنده تجربتين مع سيمبا، واحده في كاس السوبر الافريقي، مش كاس السوبر اللي هو الدوري الافريقي، وطبعا الاداء بتاع النادي الاهلي ما كانش جيد جدا. اتمنى ان مارسيل كولر يبدا صح بكره، يبدا بتشكيل جيد. طبعا عارفين قلبين الدفاع في ظل غياب ياسر ابراهيم، محمد هاني او عمر كمال عبد الواحد لو كان في فورمه ممكن يكون امر جيد جدا في الهجمات المرتده. نفس الموضوع بنتكلم على علي معلول، ولكن المفروض تغطيه علي معلول، لان طبعا زي ما بتكلم على كانوتيه لعيب من اللعيبه الممتازين جدا، او دينيس لعيب هايل برضه في الهجمات المرتده، متعب جدا بالنسبه للفرق المنافسه. الثلاثه بتوع نص الملعب طبعا في ظل غياب امام ورحيل حمدي واصابه اليودانج، اعتقد ان الاقرب مروان عطيه وكمان كوكا معاهم قفشه مع المنتخب لاعب ثالث في نص الملعب، اجت في ماتش نيوزيلندا والماتش بتاع كرواتيا كان من اقل مبارياته لانه لم يعطي، ما خدش تعليمات صح، ما اشتغلش صح في 4 3 3. وانا شايف ان بكره قفشه يكون عنده دور في عمليه ربط الفريق، كل خطوط الفريق، يلعب تحت راس الحربه او يلعب
يساعد مروان ويساعد كمان كوكا. لازم مروان يكون على الدايره، قفشه ممكن يروح على اليمين، كوكا يلعب على الشمال، نفس طريقه حمدي فتحي لما يكون موجود مع النادي الاهلي. ولكن حذاري من باع عمر يلعب ما بين قلبين الدفاع، حذاري من كانوتيه، حذاري من شامه، حذاري من دينيس، وكمان بتكلم على سعيدي. الرباعي الامامي في عمليه المهاره والباسس وكمان السرعه ممتازين. علشان كده على النادي الاهلي خطوط قريبه، ثلاثي وسط الملعب لازم يامنوا معلول صح ويامنوا هاني او كمان عبد الواحد. لازم يكون واحد قدام ربيعه وقدام كمان محمد عبد المنعم في عمليه المثلث اللي راسه من فوق عشان يقدر يعمل التامين بشكل جيد جدا. لازم السرعات والمساعده بتاعت حسين الشحات وبتاعت بيرسي تاو مع هاني ومع علي معلول. المفروض الاهلي ككومباكت، اعتقد لو لعب كومباكت جيد جدا من نص ملعبه مع الهجمات المرتده في بعض الاوقات هتتعب كتير جدا سيمبا التنزاني. المساحات ممكن تكون لصالح النادي الاهلي، السرعه اللي ممكن يعملها كهربا ما بين ثلاثي الدفاع وقلبين الدفاع ممكن تكون لصالح النادي الاهلي. اتمنى طبعا ان كولر يحسن التشكيل في ظل الاصابات الكتيره جدا الموجوده على النادي الاهلي او الارهاق. هي مباراتين، المباراه الاولى لو عدت بالسلامه اعتقد ان الاهلي قادر على الفوز على سيمبا التنزاني في القاهره بشكل مريح جدا. عبد الحق مدرب انضباطي، مدرب تكتيكي، مدرب رائع، بيشتغل على نفسه وبيشتغل كمان على العمليه البدنيه. علشان كده المفروض ان كولر يكون درس عبد الحق بن شيخه من مباراه السوبر الافريقي. تمنياتي بالتوفيق للنادي الاهلي وتمنياتي بالتوفيق لمصطفى شوبير. مباراه اختبار حقيقي، هو اختبر خلاص، ولكن اعتقد ان مصطفى قادر ان بكره يكون احد نجوم المباراه اذا كانت في خطوره على النادي الاهلي. المره الاخيره حذاري من دينيس وكانوتيه وكمان سعيدي وباع عمر، ثلاثه من اللعيبه الاماميين على الاطراف وتحت راس الحربه سرعه جدا بيسهلوا مأموريه لباع عمر. تحياتي للنادي الاهلي وبالتوفيق.